السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم حاجه حلوه قوي بمناسبه قرب دخول المدارس. هنعمل باتيه حلو وحادق، هنحشي جبنه وشوكولاته بخطوات سهله وبسيطه بدون توريق وخطواته المتعبه. وكمان هيطلع مورق وهش جدا زي ما انتوا شايفينه كده. شايفين نتيجته هايله، قطني وهش وخفيف وملوش وزن خالص. وكمان زي ما انتوا شايفينه كده مورق جدا. والاهم من ده كله ان مكوناته بسيطه جدا. كل الكميه دي بنص كيلو دقيق بس، بدون بيض بدون زبده بدون حليب بدون اي تكاليف خالص. يلا نسمي الله ونبدا على طول. هنحتاج نص كيلو دقيق جميع الاغراض، عليه رشه ملح صغيره، وعليه معلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه. استخدمت الباكو ده. الخميره دي انتوا عارفين طبعا بحب استخدمها جدا، ناجحه ونتيجتها هايله. الباكو يعادل معلقه. هنعجن بميه بس فقط لا غير. نص كيلو من الدقيق هياخد حوالي كوبايتين الا ربع ميه. بس هنزل الميه بالتدريج علشان كل نوع بيختلف عن التاني في احتياجه للسوائل يعني. فهبتدي انزل كوبايه وهقلب كده بالمعلقه، والكوبايه التانية هاخد منها بالتدريج. وهبتدي بقى اشيل المعلقه وهعجن بايدي. بس اهم حاجه ان احنا نعجن مده كويسه، يعني ما تقلش عن 10 دقايق. لو عندك العجان يبقى حوالي 5 او 6 دقايق بس. هنعجن كويس قوي قوي، وبعد كده هنغلف العجينه بمعلقه واحده بس من الزيت، وهنغطيها وهنسيبها على جنب تخمر. طبعا لسه الجو دافي، فمش هتاخد وقت كتير في التخمير، يعني نص ساعة وهتبتدي تخمر على طول. العجينة زي ما انتوا شايفينها كده بتمط، وفي نفس الوقت مش بتلزق، وناعمة جدا. ودايما لو عايزة المخبوزات بتاعتك او المعجنات تطلع هشة وخفيفة، تعجنيها كويس قوي قوي، يعني اخدميها في العجن. بعد كده هتاخدي نتيجة تحفة. كده خلاص زي ما انتوا شايفينها كده تضاعفت، وهنطلع منها الهواء. وهنبتدي بقى ناخد الكمية كلها او العجينة كلها على رشة دقيق كده بسيطة، هنشكلها رول، وهنقسمها نقطعها بسكينة او بالمقطع. يعني بعشوائي كده، هي تقريبا هتطلع معايا 18 واحدة. كل واحدة من دول هتعمل واحدة من الباتيه. هكورها وهشيلها على جنب تخمر للمرة التانية، وهغطيها وهسيبها حوالي يعني كده 5 دقايق مش اكتر. وهبتدي باول واحدة شكلتها كورة، هبتدي افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد كل كرة من العجين هفردها على رشة دقيق بسيطة جدا. هتتفرد بكل سهولة، هي مش محتاجة نشابة، مش محتاجة اي حاجة، بايدك كده هتتفرد بكل سهولة. لان طبعا العجينة اختمرت مرتين فارتاحت، وهي معاكي كده لينة هتبص تلاقيها بتتفرد وبتتنى بكل سهولة. هناخد الكرة هنفردها على قد ما نقدر، ومعايا معلقتين من السمنة هدهن ايدي بس دهنة بسيطة، وهبتدي ادهن العجينة او افرد يعني ايه العجينة بالسمنة، بمساعدة السمنة. وهبتدي اطبق نفس فكرة الفطير بالظبط. عارفين لما بناخد الفطيرة بنبتدي نفردها وندهنها بالسمنة ونطبقها ظرف، اهي دي نفس الفكرة بس على صغير، يعني العجينة طبعا كرة صغيرة بنفردها كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو. يعني الفيديو موضح اكتر من من الشرح. باخد كل كورة بفردها بايدي وبدهن السمنة، وببتدي اطبق، وبحشي بقى بالجبنة، وببتدي الفها رول، وبقفلها كويس وبحطها على القفلة في صينية طبعا او صاج مدهون دهنة زيت بسيطة جدا. وهبتدي بقى هقول لكم هعمل ايه تاني. شايفين بنفس الشكل كده. واحسن نوع جبنه تحشي بيه اللي هي الجبنه العلب اللي انتوا شايفينها اللي هي الدومتي دي. الجبنه الاسطنبولي هي احسن نوع لانها ما بتسحش في الفرن ومش بتخرج من العجينه. نعمل تاني علشان تتضح الفكره. وشايفين كل العجينه ما بتقعد كل ما بتتفرد اكتر، يعني بتبقى لينه معاكي اكتر واكتر. بس دي هحشيها شوكولاته. ممكن تحشيها طبعا شوكولاته المطبخ اللي هي بتاعه الطهي العاديه، بس دي اللي كانت عندي اللي هي شوكولاته شوكليت شيبس. باخد معلقه كده وبحشيها بلفها بنفس الطريقه. هغطيها بقى بكيس بلاستيك وكمان بالفوطه علشان تخمر للمره الثالثه. شايفين معلقتين السمنه فضل يعني تقريبا تقريبا ما خدتهمش، اخدت منهم بس مساحات بسيطه زي ما هم لسه باقيين. سبت الباتيه بتاعي يخمر للمره الثالثه تقريبا 5 دقايق بس مش اكتر. وبعد كده جبت وش اللبن، مش اكتر من كده، يعني اللي هو القشطه اللي تبقى على وش اللبن. وبالفرشة كده بدهن بخفية علشان ما انزلش التخمير. ومعايا طبق فيه معلقتين حبة بركة على معلقتين سمسم، وابتدي احط على الوش. ممكن طبعا تدهنيها بشوية لبن ونسكافيه، ممكن تدهنيها بيض وفانيليا او بيض وخل. بس انا ما حبيتش استخدم بيض خالص علشان تبقى اقتصادية من الاول للاخر. هتدخل فرن على اعلى درجة حرارة على الشبكة. هسيبها ربع ساعة بس فقط لا غير، مش اكتر من كده.
ولو خدت اللون هطلعها على طول، ما خدتش لون هفتح عليها شوايه دقيقتين 2 بس. واهم حاجه اول ما اطلعها هرشها رشه ميه او ابخها كده بالبخاخه واغطيها بفوطه، او لو ما عندكيش البخاخه هتغطيها بفوطه منديه. هتسيبيها شويه 10 دقايق علشان البخار يتكتم فيها وتبتدي تطرى. وزي ما انتوا شايفينها كده، شايفين هشه ازاي؟ عجينة هشة وقطنية وجميلة جدا جدا، عاملة كده زي المولتو بالظبط. تحفة، طعمها تحفة، طريقتها سهلة وبسيطة، احفظيها عندك هتحتاجيها كتير أيام المدارس، هتوفر عليكي تعب ومجهود السندوتشات. وبس كده خلصت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. سلام عليكم.